إيمان كامل، أستاذ ورئيس قسم صحة الطفل وعميد معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، واستشاري التغذية الإكلينيكية في مركز التميز الطبي. طبعا أنا أفضل السيدات الحوامل والمرضعات ياخدوا تغذية خاصة تحت إشراف طبي، وطبعا يبعدوا عن الحاجات. دايما يقولك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، بتروح تسأل مامتها وحماتها واخواتها اللي خلفوا قبل كده، فبياخدوا بعض النصايح احيانا تكون مفيده واحيانا لا. بتبقى صدمه للام رغم فرحتها بالحمل والبيبي وكده انها بتزيد قوي في الوزن، تبقى جايه وهي اول الحمل تقولي ازاي ما زدتش، يعني حوالي 10 كيلو تقريبا، واول ما بتولد البيبي فرحانه بالطفل بس خايفه جدا برضو على مظهرها وجوزها، فبتبقى عايزين نساعدها. طبعا لازم تستشير طبيب تغذيه علاجيه، ما تزيدش زياده كبيره اثناء الحمل، بنسمح بالزياده في الشهور الاخيره، في الاول مش ضروري تزيد خالص. مهم ان هي تاخد العناصر الغذائيه كامله، البروتينات والدهون، وما ننساش الكربوهيدرات وتكون صحيه، الخضار والفاكهه، وتاخد السوائل المطلوبه. اول ما تولد بنقول 4 في 4 المرضعه، من 2 ل 4 لتر ميه، 4 عصير، 4 شوربه ولبن. طبعا بنقول لها نزولك في الوزن هيأثر على الطفل، خصوصا لو مرضعه اول 6 شهور اللي هو الرضاعة الحصرية أو اللي هي بتكتفي بس بالرضاعة الطبيعية، فخطر جدا إن هي تعمل دايت في أول 6 شهور. ولهذا بننصح بالحاجات الطبيعية، ممنوع الأدوية طبعا، لأن أي حاجة هتاخدها هتبقى توصل للطفل. لازم نتقي شر الدايت أو تخسيس في فترة الحمل والإرضاع، لأن هي حساسة جدا. الألياف الطبيعية موجودة طبيعي في عندنا، في ألياف طبعا بتدوب وفي الألياف لا تدوب، الفايبرز الطبيعية، ودي موجودة في الأكل. لو اتعملت في صورة كبسولات مثلا تحت إشراف طبي مفيش مشكلة، لأن هي بتقوم بدور معين، بتملى المعدة، يعني تأثيرها ما بيكونش على المخ ولا على أي حاجة، هو مجرد إن هي بتدي إحساس بالشبع بدري شوية، تفيل فول فاستر، يعني تحس بالشبع مبكرا with minimum amount of food، بأقل كمية أكل. خصوصا السيدات اللي عندها الجوع العاطفي أو بيجي لها مثلا اكتئاب بتاع البوست بارتم ده اللي هو بعد وضع الطفل، فبنخاف عليهم طبعا يبقى تزيد الموضوع بان هي تتخن كمان وتفقد جمالها. عموما احنا بنوصفها لكل افراد الاسره مش بس السيدات. للاطفال بعد سن 12 سنه ممكن ياخدوا 2 في اليوم مثلا في الوجبات الرئيسيه، والكبار ممكن نديهم كبسوله الاثنين قبل الوجبات بحوالي نص ساعه، بياخدوها مع 2 كوبايه ميه علشان تبقى موجوده في البطن تنفش شويه فيحسوا بالشبع بدري. فلما بياخدوا الكبسولات دي بالعكس بتنظم اكتر، لو طبيعيه وبتتاخد بطريقه صح، ولا زياده ولا اقل، ومعاها نظام غذائي صحي، ما بتعملش اي تاثير سلبي، بالعكس تاثيرها ايجابي جدا. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ده مهم قوي. يعني برضو مش معنى ان انا باخدها اكل على كيفي، فلازم ان انا اكل تحت اشراف طبي. يعني ما بحبش الحرمان الحقيقه في الانظمه الغذائيه، ياكلوا اللي هم عايزينه، ولكن باتباع نظام صحي والرياضه اكيد هيوصلوا للوزن المثالي بدون مشاكل.